اكلت كنافه بالقشطه وبوظت الدايت؟ ما تزعلش، هقول لك تتصرف ازاي. انا دكتور عصام طاحون، استشاري التغذيه العلاجيه، وهقول لك تتصرف ازاي لو عكيت في الاكل في رمضان. اول حاجه تعملها ان انت ما تكتئبش وتقول ده خلاص الدايت باظ والليله باظت وهفضل اعوق لحد السحور. لا، هي ما باظتش. لو بوظت في حاجه واحده احسن ما تبوظ في 10 حاجات. تاني حاجه تقوم على طول تلعب 80 عده سكوات على طول عشان نحسن حساسيه الانسولين للسكر اللي داخل لك ونلحق نحرقه قبل ما يتخزن في جسمك على هيئه دهون. وطبعا لو تقدر تعمل تمرينه كامله لمده نص ساعه او ساعه هيكون كويس وافضل. تالت حاجه ان انت تشرب شاي اخضر او قرفه بالجنزبيل، لان فعلا بتساعد على تقليل حجم المشكله. رقم 4، لازم تفضل تشرب ميه كل شويه عشان تقلل شهيتك بسرعه وما تفتحش للسكريات التانيه. رقم 5، ان انت تكمل الدايت بتاعك وكأن شيئا لم يكن، وافتكر دايما ان احنا بشر وممكن نغلط عادي. واخر نصيحه مهمه جدا، اياك والاكتئاب وجلد الذات، لان دي مشكله اكبر من المشكله اللي انت عملتها اصلا. حاول تسترخي وتتقبل الموضوع وترميه ورا ظهرك وتكمل الدايت بتاعك بمنتهى الجديه. ولو محتاج اي نصايح تخص الدايت اكتب لنا في تعليق او ابعت لنا رساله على الخاص فيها حالتك الصحيه، وهنقول لك كل اللي محتاج تعرفه.